ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. برج الجدي، القسم الأول الأول من سبتمبر اللي هو من 1 ل 22 سبتمبر. الشمس هتبقى موجودة من الدرجة 4 للدرجة 17، يعني منزلة العوة. طب ده بيتك التاسع أيها الجدي، ودي منزلة العوة الممتزجة أيها الجدي، ونطاق الدرجات بتاعتها اللي هي من 4 ل 17. شكرا لينا. العذراء بالنسبة للجدي بداية سبتمبر بتفتح لك ملف مهم جدا أيها الجدي، متعلق بالبيت التاسع. البيت التاسع ده بيبيع ايه؟ بتاع ايه؟ لما الأضواء كلها تبقى في البيت التاسع ده بيت السفر أيها الجدي، بيت السفر البعيد، مش أي سفر، بيت التعليم العالي، بيت الثقافات الجديدة والغريبة عليك، بيت المعرفة، بيت القانون، بيت النشر، بيت المعتقدات، بيت الانفتاح على عوالم وتجارب جديدة أيها الجدي. وجود الشمس في برج العذراء بيخلي طريقة تعاملك مع المعرفة ومع الثقافة ومع المستقبل بيكون أكثر واقعية وأكثر تحليلا. يعني بدل ما يكون عندك مجرد حلم أو فكرة كبيرة، هتبدأ تسأل إزاي أنفذها، إيه التفاصيل أو إيه الخطوات اللي أنا لازم تتعمل. طيب، مع مرور الشمس في منزلة العوة الممتزجة زي ما قلت اللي هي من 4 ل 17 عذراء، ممكن تظهر لك فرص مرتبطة بدراسة أو سفر أو مشروع فكري أو تتعامل مع جهة أجنبية بعيدة. لكن الفرصة نفسها هتحتاج لمراجعة وهتحتاج لتدقيق عشان المنزلة بتاعت القمر قبل ما تاخد أي قرار نهائي. منزلة العوة بتدي تأثير مزدوج نحس وسعد، اسمها منزلة ممتزجة. يعني ممكن يفتح لك باب، لكن في نفس ذات الوقت بتكتشف تفاصيل انت ما كنتش شايفها وما كنتش واخد بالك منها، وبالتالي ما ينفعش تعتمد على الانطباع الأول. الفترة دي هتبقى مناسبة جدا لإعادة ترتيب خطة أو سفر، مراجعة أوراق، إجراءات قانونية، تطوير مهارة، أو حتى تغيير في طريقة نظرتك للمستقبل. الشمس هنا باعتبارها كوكب النور، كوكب الوضوح، لما تمر في بيت المعرفة والثقافة بتخليك تشوف بعض القناعات القديمة بشكل مختلف، وتبدأ تفرق ما بين الحاجة اللي انت مؤمن بيها فعلا والحاجة اللي انت اتعودت عليها. بس في فرق بين ان انا اكون متعود على حاجة وفي حاجات اؤمن بيها جديدا. الشمس هنا هي حاكمة البيت الثامن عندك أيها الجدي، لأن الأسد يعتبر هو بيتك الثامن. طيب، بالتالي وجود حاكم البيت الثامن في البيت التاسع هنا بيربط الأموال المشتركة اللي هو الثامن، بيربط الديون اللي هو الثامن، بيربط الاستثمارات اللي هو الثامن، بيربط الالتزامات والتحولات اللي هو الثامن، التحولات العميقة. بإيه بقى؟ بموضوعات السفر، بموضوعات التعليم، بموضوعات القانون، بموضوعات الجهات البعيدة. يعني ممكن مثلا يكون في قرار مالي مشترك مرتبط بسفر أو بدراسة أو بتعلم شيء، أو قضية مالية تحتاج تدخل قانوني، أو فرصة توسع تأتي من استثمارات أو تمويل. أيها الجدي العذراء البرج اللي فيه الشمس موجود فيه، انت عارفين الاول ان هو الحاكم بتاعه عطارد. عطارد بالنسبة للجدي بيحكم البيت السادس اللي هو بيت العمل، والتاسع اللي هو بيت الثقافات الجديدة وبيت السفر. يعني في سفر وفي ثقافة جديدة أيها الجدي، وبالتالي حاكم البرج اللي موجود فيه الشمس هو نفسه حاكم البيت التاسع وكمان حاكم البيت السادس، وده بيربط المعرفة والسفر والعمل اليومي والروتين والصحة والمسؤوليات والواجبات، بيربطها كلها ببعضها. فممكن تتعلم مهارة جديدة، وممكن تحسن شغلك، وممكن يبقى عندك سفر مرتبط بمهمة عملية أو وظيفة تحتاج فيها التدريب أو تخصص. أما زحل اللي هو حكمك أيها الجدي أو من يحمل اسمه رقم 8، فهو المفتاح الأساسي لطريقة تعاملك مع كل ده، لأن زحل بطبيعته بيحب التخطيط،
بيحب التدرج، وده مناسب جدا لطاقة العذراء. وبالتالي الشمس هنا هتطلب منك انك توسع، لكن توسع محسوب، توسع مقنن، مش مغامرة عشوائية، لا، اتوسع بحساب. التأثير الكلي للنصف الأولاني من شهر سبتمبر إنك أنت بتعيد بناء رؤيتك للمستقبل على أساس عملي. الحلم موجود لكن لازم يتحول لخطة، والخطة لازم تتحول لخطوات واضحة وباينة. الشمس هتبقى من الدرجة 17 للدرجة 30 اتنقلت كده لمنزلة السماك، طلعت من العوة دخلت السماك، والسماك برضو في البيت التاسع وبرضو في العذراء. منزلة السماك منزلة نحس، نطاق درجتها من 17 ل 30 عذراء. اما اقول لكم نحس مش عايز اضايقكم، لا، يعني محتاجة وقفة. نحس يعني في حذر، نحس يعني في ممكن تعمل لي مشكلة، فانا اخد بالي واتفادى النوعية بتاعة الشمس لما تبقى موجودة في السماك. مع انتقال الشمس الى منزلة السماك اللي هي من 17 ل 30 عذراء، هتبدأ موضوعات البيت التاسع تدخل مرحلة أكثر جدية وأكثر اختبار. منزلة السماك باعتبارها منزلة نحس في التقسيم اللي بنستخدمه، فممكن تكتشف عقبات في سفر، عقبات في دراسة، إجراءات قانونية، معاملات مع جهات بعيدة، تطلع جواز، تقدم على هجرة، هيطلع لك كده حاجات هتعرقلك شوية. وانت بقى وذكائك وانت وطريقة تعاملك، انا بنصح باقتناء سبيكة زحل، مش للجدي بس، لكل الابراج، لان هي ضد الكل، ضد الترددات السلبية اللي جاية من الكواكب، ضد الحسد، العين، السحر. يعني هي معمولة لكل ما هو السلبي من ترددات، سواء جات لنا من السماء، سواء جات لنا من الارض، سواء جات لنا من البشر. اي مصدر من المصادر دي السبيكة بتتعامل معها وبتخليك تبقى متزن، وقراراتك كلها تبقى صائبة وفي وضع توازن. طيب، ممكن المنزلة دي تخليك تكتشف ان في خطة كنت شايفها سهلة ومحتاجة بس وقت ومجهود اكتر من اللازم، لكن وجود الشمس في البيت التاسع معناه ان اي تعطيل هنا مش لازم يتفهم على انه اغلاق نهائي، لكن بنبين لك الاخطاء عشان تتفاداها، بنبين لك الحاجة الغلط. منزلة السماك كده عشان تقدر تصلحها، فممكن يكون الغرض منه انك انت تراجع التفاصيل قبل ما تتحرك. لو في اوراق، لو في عقود، لو في شهادات، لو في اجراءات سفر، لو في التزامات قانونية، كل ده لما يتبص عليه كويس هنقدر نعدل المسار. الفترة دي محتاجة دقة شديدة، لان العذراء والسماك الاتنين مع بعض كده بيخلوا الاخطاء الصغيرة تظهر بشكل كبير. وعلى المستوى الفكري ممكن تدخل في مرحلة مراجعة لقناعاتك، فتكتشف ان بعض الافكار اللي عندك اللي انت كنت بتعتبرها ثابتة ايها الجدي محتاجة ابديت، محتاجة تحديث. نايس وورك، شكرا للدعم والتحية. محتاجة الابديت او محتاجة تحديث او محتاجة اعادة فهم. الشمس كحاكمة للبيت التاني بتخلي الاختبارات مرتبطة احيانا باموال مشتركة، مرتبطة بالتزامات مالية. نايس وورك، شكرا للدعم والتحية، تحياتي لحضرتك، شكرا جزيلا للدعم والتحية. او التزامات مالية او مسؤوليات تجاه شخص اخر، بينما عطارد حاكم العذراء وحاكم البيت التاسع بيقوي موضوع الاوراق، بيقوي موضوع المعلومات، بيقوي موضوع التفاصيل، بيقوي موضوع الاجراءات. هنا بقى بيظهر دور زحل حاكمك، بيحب الاستعجال وما بيحبش الاستعجال، وبالتالي لو قابلت اي شوية تأخير في سفر او في دراسة او في مشروع، الافضل بقى انك تستخدم الوقت في تجهيز نفسك بدل ما تحاول تكسر الباب بالقوة. سايس ودور على المفتاح، هيتفتح معاك بسهولة مع شوية تخطيط، مع شوية فكر. كمان وجود حاكم البيت الثامن
في التاسع ممكن يخليك أكثر وعيا بمسألة المخاطرة. هل التوسع اللي بتفكر فيه هل فعلا يستحق الالتزام المالي؟ هل فعلا يستحق الالتزام النفسي؟ هل السفر، هل الدراسة هتضيف فعلا لقيمتك حاجة؟ وهل المشروع البعيد مبني على أساس قوي؟ التأثير الكلي للنص الثاني من سبتمبر هو اختبار جودة خطتك أيها الجدي للمستقبل. منزلة العوة فتحت الباب وخلتك تشوف الاحتمالات، بينما منزلة السماك بتقولك راجع كل حاجة قبل ما تكمل، وبالتالي الضغط هنا ممكن يتحول لخبرة. التأخير هنا ممكن يمنع قرار متسرع. المراجعة هنا ممكن تكون سبب في ان الخطوة اللي جاية تكون اكثر ثباتا. اما القسم الثاني من 23 سبتمبر ل 30 سبتمبر الشمس هتبقى في الدرجة 1 ل 12 في الميزان، البيت العاشر، منزلة الغفر السعيدة. المنزلة السعيدة بنقول عليها سعيدة، والمنزلة النحس بنقول عليها نحس. هنضحك عليكم؟ لا، لازم نقول الحقيقة عشان ناخد بالنا ونحذر ونسلم. طيب منزلة الغفر نطاقها ايه؟ من 1 ل 12 في الميزان. يبقى نقول من يوم 23 سبتمبر المشهد بيتغير بقوة أيها الجدي، لأن الشمس هتتنقل من البيت التاسع للبيت العاشر، بيت المهنة، بيت السمعة، بيت المكانة الاجتماعية، بيت الإنجاز، بيت الظهور، بيت الشأن العام. وده انتقال مهم جدا، لأن كل المراجعات اللي حصلت في ال3 أسابيع الأولانيين أو في النصف الأول من سبتمبر هتبدأ تتحول لحركة عملية في اتجاه مستقبلك المهني. وجود الشمس في الميزان يعني البيت العاشر بيخلي العلاقات والتفاوض والدبلوماسية والشراكات عناصر أساسية في النجاح. والأجمل إن الشمس بتخش منزلة الغفر السعيدة زي ما قلت لكم اللي هي من 1 ل 12، وبالتالي الطاقة هنا أكثر انفتاحا، أكثر تيسيرا. ممكن يحصل تقدير لمجهودك السابق اللي هو في 3 أسابيع الأولانيين، أو فرصة مهنية تظهر لك فجأة في الجزء الأخير من سبتمبر، أو شخص له تأثير يساعدك في الوصول لمكان أفضل. منزلة الغفر بتدي إحساس إن بعض العقد المهنية اللي كانت موجودة بدأت تتلاشى، وإن الطريق أصبح أكثر قابلية للحركة. كمان الشمس في العاشر بتزيد الرغبة في الإنجاز وبتزيد الاعتراف، وممكن تخليك أكثر حرصا على سمعتك، أكثر حرصا على صورتك المهنية، خصوصا إن أي خطوة أنت هتعملها في الفترة دي أيها الجدي ممكن يكون لها تأثير على نظرة الآخرين لك وعلى شكلك وعلى صورتك. الشمس هنا حكمة البيت الثامن، وبالتالي وجود حاكم الثامن في البيت العاشر هنا بقى ممكن يربط لي المهنة بأموال مشتركة مع الشريك، يربط لي الاستثمارات والتمويل أو الشراكات المالية، وده بيشير كمان إلى تحول مهني عميق يغير مستوى المسؤوليات بتاعتك، يغير مستوى وضعك الاجتماعي. دادو صباح الخير يا دادو، صباح النور، شكرا للدعم والتحية. أما الميزان، البرج اللي موجود فيه الشمس ده حاكم الميزان الزهرة، والزهرة بالنسبة لك أيها الجدي بتحكم بيتك الخامس والعاشر، ودي نقطة قوية جدا لأن حاكم البرج الموجود فيه الشمس هو نفسه حاكم البيت العاشر اللي هو الميزان يعني. وبالتالي الشمس والزهرة بينهم علاقة قوية جدا من خلال موضوع مهم، من خلال موضوع مهنة، من خلال موضوع سمعة. ومع وجود الزهرة كحاكم للعاشر ممكن هنا الإبداع بقى، العلاقات، الذوق، التعامل مع الجمهور، القدرة على التفاوض مع أي حد. لازم تكون العوامل مهمة في نجاحك يا عزيزي. أما زحل الحاكم بتاعك فوجوده في أي موضوع خلال هذه الفترة بيظل العامل اللي بيحدد قدرتك على الاستفادة من هذه الفرص، لأن الشمس بتفتح لك باب الظهور، لكن زحل بيحدد لك هل أنت فعلا مستعد لتحمل المسؤولية
اللي ورا الباب التأثير الكلي لنهاية سبتمبر قوي جدا. الشهر بدأ بتوسيع رؤيتك للمستقبل، ثم اختبر خططك، وانتهى بتحويل المعرفة والخبرة إلى مكانة مهنية ملموسة، وكأن الشمس بتاخدك من سؤال أنا رايح فين اللي هو في البيت التاسع إلى سؤال هحقق إيه قدام الناس اللي هو البيت العاشر. منزلة الغفر السعيدة بتساعدك على الانتقال، ده بيحصل بمرونة أكبر وبدعم أعلى من العلاقات والتفاوض وحسن إدارة الصورة المهنية. أتمنى لك أيها الجدي أو من يحمل اسمه رقم 8 السعادة والسرور وراحة البال وشهر كويس ومنجز إن شاء الله. للقراءات الخاصة واتساب من خارج مصر 002 012 033 82 969. شكرا دادو للتحية، شكرا دادو للدعم.